فيلمنا بيبدأ مع باوزر الشرير اللي راح يهاجم ملكة البطاريق هو وجيش السلاحف بتاعه علشان ياخد منهم حاجة مهمة جدا، وجيش البطاريق بيخرج علشان يدافع عن نفسه ويدافع عن المدينة، لكنهم بيكونوا ضعفاء جدا قدام جيش باوزر، وبيقدر باوزر ورجالته انهم يهزموهم بسهولة، وبيطلع علشان يفتح الصندوق الغامض وبتخرج منه نجمة، وبيقول ان قوة النجمة دي هتخلي محدش يقدر عليه وهيحكم العالم. Know who I am. There's one. Do you think I know every? About are going to Problem. Get it out. Get it. there's a huge وبعدها بنروح للأخين سوبر ماريو واللي بيشتغلوا سباكين، وماريو ولويجي بيكونوا عاملين إعلان في التلفزيون علشان يعرفوا الناس إنهم ممكن يحلوا كل مشاكل السباكة والحنفيات والحاجات دي، وبيكونوا هما الاتنين بيتفرجوا على إعلان في مطعم، وبعد ما بيخلص بيفضلوا يحتفلوا بيه وبيكونوا فرحانين جدا، وبيقابل واحد اسمه سبايك بيفضل يتريق عليهم وبيقول عليهم فشلة، وهما الاتنين بيتخانقوا معاه وبيفضل يضحك عليهم، وبعدها بيمشي بعد كده وبيجي تليفون من عميلة عندها مشكلة في الحوض وعايزة الأخين يروحوا يصلحوا الحوض، والاتنين بيفرحوا جدا بيجروا علشان يركبوا العربية، لكن المشكلة إنها بتطلع مش شغالة، فبيقول ماريو إنهم مش هيضيعوا وقت، وبينزل يجري هو وبيعدوا من أماكن صعبة في الشارع وأماكن تحت الإنشاء، وبيفضلوا ينطوا فيها لحد ما بيوصلوا للبيت اللي رايحين يصلحوا العطل اللي فيه، ولما بيوصلوا بتعرفهم صاحبة البيت على الكلب بتاعها فرانسيس، لكن المشكلة إن ويجي بيدوس على عظمة اللي كانت معاه وبيكسرها. بعدها هما الاتنين بيدخلوا على الحمام يصلحوا الحوض اللي فيه المشكلة، لكن بيدخل فرانسيس الكلب علشان يتخانق معاهم على اللي عملوه في العظمة بتاعته، وبيقفل وراه باب الحمام، وهما الاتنين بيفضلوا يتخانقوا معاه وبيحاولوا يهربوا منه ويحبسوه، لكن المشكلة ان المعركة دي بتسبب في دمار الحمام كله وبتخليهم يبوظوا كل الشغل اللي عملوه بعد ما كانوا خلصوا، وبيكونوا كده فشلوا في اول مهمة ليهم. بعدها بيروحوا على البيت وبيقعدوا مع عائلتهم اللي بيكونوا برضه مش عاجبهم الوضع ده، وباباهم بيفضل يتكلم مع ماريو وبيقول له انت فاشل وما بتعملش حاجة مفيدة، لكن الأسوأ من كده ان واخد اخوك معاك وبتضيعه. فبيقوم ماريو هو زعلان وبيروح يحبس نفسه في الأوضة وبيكون متضايق جدا، لكن لويجي بيروح يتكلم معاه وبيقول له انت مش بتضيعني ولا حاجة وانا بحبك وواثق فيك، وبيحاول ان يهون عليه. واثناء ما هما بيتكلموا بيسمعوا خبر في التلفزيون بيتكلم عن ماسورة مية رئيسية مغرقة الدنيا في وسط البلد في مدينة بروكلين ومحدش عارف يوقفها، فبيفكر ماريو بيقول دي الفرصة المناسبة علشان يثبتوا للناس كلها انهم مش فاشلين، وبياخد لويجي وبيروحوا بسرعة على وسط المدينة علشان يصلحوا الماسورة دي، وبيفتح بلاعة الصرف وبينزل معاه لويجي علشان يدوروا على سبب العطل، وبيلاقوا ان في ماسورة ضخمة فبيمسكوا فيها وبيفضلوا ماشيين عليها لحد ما الماسورة بتتكسر بيهم وبتنزلهم في مكان غريب تحت الارض، وبيفضلوا هما الاتنين يكتشفوا المكان ويحاولوا يعرفوا العطل فين لحد ما فجأة بيحس ماريو ان لويجي اختفى، بيفضل يدور عليه وبيعرف انه دخل جوه ماسورة والماسورة دي سحبته، فبيدخل ماريو جوه وبينادي على اخوه لحد ما بيلاقي نفسه بيتسحب هو كمان لعالم تاني، وبيفضل يطير في العالم ده لحد ما بيلاقي ويجي يمسكوا هما الاتنين في ايد بعض، بس المشكلة ان ويجي ما بيقدرش يمسك ايد ماريو اكتر من كده، وبيطير لمكان وماريو بيطير لمكان تاني. وبعد شوية بيلاقي ماريو نفسه موجود في عالم المشروم، وبيقابل واحد اسمه توم بيقول له ان واحد من سكان مدينة المشروم، فبيقول له ماريو اللي حصل معاه وحصل مع لويجي وبيعرفه كل حاجة، فبيقول له توم ان كده لويجي انتقل لعالم الظلام وهو كده في خطر علشان بوزارد شرير جدا وممكن يخلص عليه في اي وقت، فبيقول ماريو ان الحل الوحيد في الاميرة ولازم نروح علشان تساعدنا. فعلا بيجروا هما الاتنين علشان يروحوا يقابلوا الاميرة، وبتفاجئ ماريو ان المدينة جميلة جدا وفيها كائنات شكلها صغير وحلو، وبيعرف ان طريقة التنقل الوحيدة هي الانابيب او المواسير اللي قدامه، والتنقل بيكون انه بيدخل جواها وهي بتنتقل للمكان اللي هو عايزه. طبعا في الاول الموضوع بيكون صعب وبيفضل يتخبط كل شوية لحد ما بيتعود، فعلا بيوصلوا هما الاتنين عند القصر، لكن المشكلة ان الحراس بيمنعوهم من الدخول، بس بيقدر يضحك عليهم وبيدي فرصة لماريو انه يدخل القصر، وماريو بيفضل يجري في القصر وبيدور على اميرة، واللي بتكون في الوقت ده قاعدة مع المجلس وبيتناقشوا في اللي البراوزر ناوي يعمله بعد ما لقى النجمة الخارقة وعرفوا ان هيهاجم مدينة الفطر ويدمرها. الاميرة بتقول لهم ان مفيش قدامهم حل غير انها تطلب المساعدة من كونجو الجيش بتاعه، وده لانه جيش قوي جدا ولو ساعدهم هيقدروا ينتصروا على بوزارد بسهولة. وبعد ما بيخلصوا بتخرج بره القاعة بتلاقي ماريو في وشها والحراس بيجروا وراه، فبتقول لهم يسيبوه يتكلم، وبيتكلم وبيقول لها على المشكلة بتاعته وبيطلب منها انه يجي معاها علشان يقابل كونجو، لكن الاميرة بتقول له انت لازم تثبت لي الاول انك قوي كفاية علشان تيجي معايا عند كونجو،
وبتاخده مكان الاختبارات اللي بيكون فيه صناديق وورد بيطلع ياكل البطل وافخاخ وحاجات كتيره زي اللي كانت في اللعبه. المهم ان الاميره بتقدر تعدي المرحله دي بسهوله جدا، وبتقول له ماريو يحاول، وبتعرفه على الصندوق اللي بيخبط فيه وبينزل له مشروم بيخلي حجمه كبير. وماريو بيفضل يحاول مره واثنين وثلاثه، وكل مره كان بيفشل لحد ما بيبدا يقرب لرقم 11 وبينجح. ومن الناحيه التانيه في عالم الظلام بيكون باوزر بيتكلم مع الجنود بتوعه، بيقول لهم على الخطه بتاعته وان ناوي يتجوز الاميره بتاعه عالم المشروم ويحكم العالم معاها، ولو رفضت هيدمر العالم بتاعها كله. في نفس الوقت بيكون لوجي بيحاول يهرب بعد ما لقى نفسه في مكان غريب والحراس بتجري وراه وبتمسكه في الاخر. وبيفضل يفتكر لما كان صغير وماريو كان معاه طول الوقت وبيساعده لما حد يضايقه. بعد كده الحراس بياخدوا لوجي وبيودوه لبراوزر، بيقول له على البشر اللي موجود مع الأميرة ورايحين علشان يطلبوا مساعدة كونج وجيشه. فبيتضايق باوزر على ويجي وبيقول له انت بشري زيه واكيد تعرفه. ولما بيركز ويجي في الوصف بيعرف ان اخوه ماريو، ولما بيقول كده لبراوزر بيقرر ان يسجنه لحد ما يلاقي اخوه الأميرة. بعدها بنرجع تاني لماريو والأميرة اللي بدأوا رحلتهم علشان يروحوا يقابلوا كونج وجيشه، وبيعدوا على مغامرات كتيرة. الطريق بيكون صعب عليهم لكن بيكون ماريو وتوم والأميرة هما التلاتة مع بعض وبيساعدوا بعض في كل حاجة. والأميرة كمان بتحكي لماريو انها ما تعرفش ايه جابها هنا، وكل اللي فاكراها انها كانت صغيرة ولقت نفسها في المكان ده وفضلت عايشة فيه وكبرت، والناس خلوها الأميرة بتاعتهم. وماريو بيقول لها ان شكلها بشرية زيه واكيد من العالم بتاعه. بعدها بيكملوا الرحلة وبيوصلوا لعالم الجوريلات، وفي واحد بيستقبلهم وبياخد العربية علشان يقابل كونج، وبيفضل يجري بالعربية بسرعة جنونية وهما بيكونوا خايفين جدا لحد ما بيوصل. لما بيوصل لقصر كونج بتدخل الأميرة للقصر وبتقول لكونج انها عايزة الجيش بتاعه علشان يساعدها في الحرب اللي جاية ضد باوزر. فبيضحك وبيقول لها ان عنده افضل جيش في العالم واكيد يعني مش هيسيبه لاي حد كده وخلاص. فبيتكلم ماريو وهو متضايق وبيقول له ان اخوه عند باوزر ومش هيمشي من هنا الا لما ياخد الجيش حتى لو اضطر انه يعمل كده بالعافية. فبيضحك كونج وبيتريق عليه وبيقول له انا موافق بس بشرط انك تهزمني. فبيرد عليه كونج وبيتريق وبيقول له انا موافق بس بشرط انك تهزم ابني في حلبة المصارعة. وماريو بيقول له انه قبل التحدي. وعلى طول بنشوف حلبة مصارعة مجهزة والناس كلها قاعدة بتتفرج على القتال اللي هيحصل ما بين ماريو وابن كونج، وكلهم طبعا بيفضلوا يشجعوا في دونكي ابن كونج لانه الاضخم. هما متوقعين انه يخلص على ماريو بسهولة، وفعلا بيضرب ماريو وهو مستهزئ بيه، لكن ماريو بيستحمل كل الضرب وبيقول له ان عنده دافع انه ينقذ اخوه. بعدها بياخد باله من السلالم اللي في كل مكان في الحلبة وهو بيجري على واحد منهم وبياخد المشروم علشان يكبر ويبقى قده. بس المشكلة ان المشروم ده بيكون لونه ازرق، ولما بياخده بيلاقي نفسه صغير جدا عن حجمه الطبيعي. ودونكي كونج بيفضل يضحك عليه ويضرب فيه لحد ما الأميرة بتنادي على ماريو وبتقول له على صندوق تاني، فبيجري ماريو عليه وبياخد المشروم اللي فيه وبيلاقي نفسه تحول لقطة. ودونكي بيكون بيضحك في الأول لحد ما بيتفاجئ ان ماريو بقى قوي جدا وحركته سريعة جدا جدا وهو مش عارف يمسكه، وبيفضل يضرب فيه لحد ما ماريو بيكسب في الآخر. بعدها بيقول لهم كونج انه هيوفي بوعده وهيديهم الجيش وبيخليهم يروحوا علشان ياخدوا عربيات ينتقلوا بيها للعالم التاني، وكل واحد من ماريو وتوم والأميرة بيركب عربية أو موتوسيكل خاص بيه وبيكونوا ماشيين ومبسوطين انهم هيفاجئوا باوزر ويهزموه. لكن المساعد بتاع باوزر بيقول له على الخطة كلها وان الأميرة خدت جيش كونج ورجعين لمدينة المشروم. فبيقرر باوزر انه يخلي رجالته يهاجموهم في الطريق، وفعلا فجأة بيظهر رجالة باوزر وبيهاجموا الموكب بتاع الأميرة وماريو وجيش كونج، وبتحصل ما بينهم مطاردات وبيقدر جيش كونج انه يدمر جزء كبير من جيش باوزر، لكن برضه رجالة باوزر بيقدروا انهم يدمروا جزء كبير من جيش كونج. بس المشكلة ان بيحصل انفجار كبير بيعملوا دونكي كونج وماريو وبيكونوا فاكرين انهم هما كده خلصوا من رجاله باوزر خلاص، لكن الجندي اللي تبع باوزر بيخرج وبيقول لهم انه ما ماتش ويعمل قذيفه زرقاء مدمره، وفعلا بيعمل القذيفه وبيفجر المكان اللي فيه دونكي وماريو، بيوقعهم في الميه. والاميره وتوم بيكونوا فاكرين ان ماريو مات، علشان كده بيقولوا انهم لازم يرجعوا على المدينه بسرعه. وفعلا بيرجعوا على المدينه وبيحذروا كل السكان انهم لازم يهربوا من هنا بسرعه علشان باوزر جاي على هنا وهيدمر المدينه. وبتخرج هي وتوم علشان يواجهوه هو وجيشه، فبيقول لها انه عايز يتجوزها ويحكموا العالم مع بعض، لكنها بترفض وبتقول له انها مستحيل تتجوزه. فبيبدا المساعد بتاعه انه يعذب توم، وساعتها بتقول له الاميره يسيب توم وهي تعمل اللي هو عايزاه. وفعلا باوزر بيقول لها ان سابه بس بشرط انهم يتجوزوا. بعدها بيقول الجيش بتاعه يستعد للفرح، والمساعد بتاعه بيروح لكل المساجين وبيقول لهم انهم هيموتوا كلهم بكره بسبب ان باوزر هيضحي بيهم ويقدم هديه عروسته. وفي الوقت ده بيكون ماريو ودونكي كونج قاعدين جوه بطن كائن بحري ضخم وبيلوموا بعض هما الاتنين، كل واحد فيهم بيقول للتاني انت السبب في اللي احنا فيه وانت اللي وصلتنا لحد هنا. وده لحد ما بيلاحظ ان في صاروخ من بتوعه ببطن الكائن فبيركب عليه وبيشغلوه.
الصاروخ بيطلع نار بتخلي الكائن يفتح بقه، وبيقدروا يهربوا على طول وبيتحركوا على مدينة المشروم علشان ينقذوا أهلها. لكن مدينة المشروم كلها بتكون بتجهز علشان الفرح بتاع باوزر والأميرة، وبيجيبوا السجناء علشان يرموهم في البركان ويقدموا هدية للأميرة. لكن فجأة الأميرة بتقول لباوزر إن عمرها ما هتوافق تتجوز وحش زيه، وبتخرج وردة وبتاخد قوتها وبتبدأ تطلع تلج من إيديها بتجمد بيه كل حاجة، وبتجمد الجهاز اللي كان هارم السجناء في البركان. في الوقت ده بيوصل ماريو ودونكي كونج على الجزيرة وبياخدوا قوة إضافية وبيقدروا يهزموا جيش باوزر بسهولة. لكن باوزر بيكون فك نفسه من التلج وبيستعد علشان يرمي السجناء كلهم في البركان، وعلى طول بيجري دونكي كونج وبيمسك الجهاز وبينقذهم. لكن لوجي بيكون هيقع في البركان، وفي آخر لحظة بيطير ماريو وبينقذه، وده بعد ما قدر ياخد من الصناديق قوة سنجاب طائر وبينقذ بيها لوجي. والاتنين بيكونوا فرحانين وبيحتفلوا انهم لسه مع بعض. وفجأة بيطلع باوزر نار من بقه وبيقول الجنود بتوعه يضربوا قنبلة ويدمروا مملكة الفطر كلها، وفعلا بيضربوا القنبلة. لكن ماريو بيطير جنبها وبيحاول انه يوقفها بكل الطرق، لكنه بياخد باله ان القنبلة عبارة عن كائن حي وبيخليه يجري وراه علشان يبعده عن مملكة الفطر. وبيفضل يطير بيها لحد ما بيوصل ماسورة وبيدخل فيها، والقنبلة بتدخل وراه، وبيوصلوا على عالم البشر في وسط مدينة بروكلين، وبيحصل انفجار بيدمر كل حاجة في المدينة. لكن ماريو بيشوف اللحمة بتوعه قدامه فبيجري عليها، بس باوزر بيقف قدامه وبيضربه وبيقول له انت بوظت فرحي وانا هنتقم منك. والأميرة ساعتها بتنضم لماريو وبتبدأ تضرب في باوزر ودونكي كونج، وهو كمان بيحاول انه يضرب في باوزر. لكن المشكلة ان باوزر بيكون قوي جدا، بس الأميرة بتقدر انها تضرب ظهر سلحفاة صغيرة من على الأرض وبتخبطها في النجمة، والنجمة بتوصل عند ماريو. لكن باوزر بيخرج نار علشان يحرق بيها ماريو وما يوصلش للنجمة، وساعتها بيظهر لوجي وهو ماسك درع وبيحمي ماريو من النار، والاتنين بيمسكوا ايد بعض وبيروحوا بسرعة يمسكوا النجمة اللي بتنقل لهم القوة الخارقة بتاعتها. وساعتها بيقدروا انهم يدمروا باوزر بسهولة، وبيأكلوه المشروم الأزرق وبيخلوا حجم صغير وبيحبسوه في برطمان، وباباهم بيجري يحتفل بيهم وبيقول لهم انه فخور بيهم، والمدينة كلها بتحتفل معاهم. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.